اهلا بكم من جديد اعزائي المستمعين. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مباراة الرجاء والزمالك انتهت 1-1، ودردشنا طبعا من شوية مع مرتضى بيه منصور زي ما حضراتكم سمعتوا. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك. ما ينفعش نادي الزمالك ما يبقاش المنافس القوي جدا للنادي الاهلي والعكس، لان هم دول اصحاب الشعبية الكبيرة جدا جدا جدا، وطول ما في شعبية كبيرة طول ما الدوري بيبقى احلى واحلى. امبارح الاسيوطي حقق فوز مهم قوي على طنطا 2-0، وصعد الاسيوطي كده ما شاء الله الله اكبر الى النقطة 13 والمركز ال11، ودي حاجة قوية جدا من 11 مباراة، لان اللي فوق منه اتحاد اسكندري عنده نفس الرصيد بس من 12 مباراة، وبتروجيت عنده 14 نقطة بس من 12 مباراة، وامبي 15 من 12 مباراة، وهكذا. لكن طبعا الاسيوطي خلينا برضو نقول ان عنده الماتش الجاي النادي الاهلي. انا بكلم امبارح الكابتن علي ماهر بقول له مبروك، بقول له عندك الماتش الجاي مين؟ قال لي عندي الظلمه، يقصد بيهم النادي الاهلي. والظلمه يعني ان هم يعني ما بيدوش فرصه لحد يلعب كره قدامه، والظلم في الكوره شيء مستحب طبعا للفريق ولمحبيه. اجمل مباراه طبعا امبارح حضراتكم اكيد استمتعتوا بيها، الاهلي وامبي. اهلي وامبي كانت مباراه روعه 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 روعه، انتهت 4-1 للنادي الاهلي. اهدافه كانت لسعد سمير وجاي وازارو واحمد الشيخ، بينما هدف امبي لواحد الحقيقه انا شايفه ممكن جدا يبقى من اهم رؤوس الحربه في مصر، اسمه صلاح محسن، شاب صغير طالع من قطاع الناشئين في امبي، حاجه محترمه جدا جدا جدا. انا بعتبر ان ايهاب جلال امبارح ما كانش موفق في بدايه اللقاء، فتح خطوطه، لعب مع النادي الاهلي كما لو كان بيلعب مع نادي صغير. لازم الكوتش، طبعا ايهاب جلال مدرب محترم، لازم الكوتش يبقى واخد باله مين المنافس اللي بيلعب قدامه، ومش كل الطرق تتنفذ مع كل الفرق. في فرق بتبقى صعبه العب معاها على درجه صعوبتها، وفي فرق اقدر عليها العب بفكري اللي انا عايز العب فيه. يعني انا افكركم بحاجه او افكر نفسي، لما كنت بشتغل مدرب في القسم الثاني كان عندي ملعبي، كنت ماسك اسمنت السويس فتره من الفترات. ملعبي لما كانت تجيني فرقه تقيله وانا عارف انها تقيله، او عامل ايه، او مضيق خطوط الملعب. ليه؟ لان مش هقدر عليهم في الملعب الواسع. لو جايه فرقه حنينه اوسع الملعب. انا قلت الجمله دي ليه؟ عشان المدرب لازم يعرف درجه صعوبه المباراه. فايهاب جلال امبارح تعامل مع الاهلي كما لو انه بيتعامل مع اي فرقه في جدول الدوري، فبالتالي اتغلب 4، وكان الاهلي يستطيع ان هو يكسب ضعف هذه النتيجه دون مبالغه. اهلا بكم من جديد اعزائي المستمعين. النهارده زي ما قلت لكم الاسماعيلي تعادل مع بتروجيت بدون اهداف، وطبعا النتيجه دي عطلت الاسماعيلي جدا، ما زال في الصداره صحيح، لكن موقفه اصبح صعب شويه ان هو يحتفظ بالصداره لاسابيع قادمه. المساله هتبقى صعبه جدا لان ورا منه بيجري الاهلي، عنده 4 مؤجلات لو كسبهم ب 12 نقطه، وعنده 22 يروح له النقطه 34 وهو اسماعيلي 27، وهكذا يعني. فماتش طبعا كان خساره بالنسبه للاسماعيلي، ومكسب طبعا نقطه البتروجيت على ملعب الاسماعيلي. الماتش طبعا الثاني اللي كان الساعه 5، ماتش طبعا غريب وعجيب جدا في استاد اسكندريه، اتحاد اسكندري امام وادي دجله. وادي دجله اتطرد منه ادهم عاشور الادهم في بعد نص ساعه تقريبا من بدايه اللقاء، ومع هذا اتحاد اسكندري كسب وادي دجله 4-0، نتيجه في منتهى القسوه على دجله. دجله كده بقى الثالث من تحت، يعني اخر فريق الرجاء 6 نقط من 12 مباراه، فوق منه في المركز 17 النصر عنده 7 نقط من 10 مباريات، وبعدين وادي دجله الثالث من تحت عنده 8 نقط من 12 مباراه، وبالتالي اصبح وادي دجله موقفه صعب جدا جدا جدا. لو ما دعمش اموره في فتره الانتقالات الشتويه في يناير هيبقى من الفرق المهدده بالهبوط، ودي حاجه طبعا صعبه جدا على وادي دجله اللي عودنا دايما بيبقى حصان قوي وجامح في مسابقات الدوري العام. لكن سياسه النادي اللي انتهجوها هذا العام بان هم يلعبوا بمجموعه من الناشئين الاكفاء ويبيعوا اللاعبين الكبار ادت لهذه النتيجه. ده وضع طبيعي. انا دايما لما اعمل خطه زي كده لازم تبقى خطه متدرجه واحده واحده، لكن ما اجيش مره واحده او مضارب مدفع ومطير اهم لعيبه عندي 4-5 لعيبه اهم من الناس اللي عندي، واقول هلعب بالناشئين دول امل الحاجات والمحتاجات زي ما احنا بنسمع دايما. لا، بالعقل. اشجع سياسه الناشئين طبعا اشجعها، لكن في وجود الخبرات عشان
ناشئين يستفيدوا من الخبرات، لكن لما يبقى 3/4 الفرقه واكتر ناشئين هيستفيدوا منين؟ مش هيلاقوا حد يستفيدوا منه، وبالتالي الموقف بقى صعب جدا على وادي دجله. طبعا النتائج اللي فاتت دي كلها افرزت مجموعه من تغييرات المديرين الفنيين. عارفين في طلائع الجيش خلاص مشي احمد سامي وتولى المسؤوليه الكابتن حلمي طولان. في طنطا النهارده كابتن خالد عيد مشي وتولى المسؤوليه الكابتن اسامه عرابي. في سموحه ستراكا مشي ويتولى المسؤوليه من بكره الكابتن طلعت يوسف. قبل كده احنا عارفين طبعا ان كان مؤمن سليمان في المقاصه مشي وتولى المسؤوليه عماد سليمان. كان طارق العشري ماسك MP مشي وتولى المسؤوليه ايهاب جلال. وايضا كان في بعض النتائج الاخرى غير الطيبه اللي اسفرت عن نتائج غير طيبه، لكن طبعا الرجاء خالد قماش مشي زي ما انا قلت وعماد النحاس جه، لكن الفتره الجايه اتصور هناك تغييرات اخرى في بعض المدربين، ودي امور يعني صعبه جدا 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 في هذه المنطقه. طيب خليني بقى اقول لكم النهارده طبعا بعد النتيجه العظيمه بتاعت النادي الاهلي امبارح، النهارده كان في مران. اللعيبه اللي ما لعبتش طبعا كان تمرين كامل، اللعيبه اللي لعبت ادت مران استشفائي. ميدو جابر دخل في التدريبات كان تغيب امبارح. ندفد ما زال يعاني من اصابه في الكاحل. محمد الشناوي الحارس العملاق الجديد للنادي الاهلي اخذ النهارده اذن من الجهاز لشعوره بالاجهاد. باسم علي ادى مران منفرد لحصوله على اذن ايضا من الجهاز. عارفين طبعا انه الاهلي بيستعد لمواجهه الاسيوطي يوم الاربعاء اللي جاي ضمن مؤجلات الفريق الاحمر في بطوله الدوري العام، لكن خلينا نقول انه النادي الاهلي ماشي الحقيقه بخطى في منتهى القوه. الاهلي بيعاقب صالح جمعه. انا مش عارف ايه حكايته صالح جمعه، قربنا ووصل لغايه منتخب مصر ولعب في منتخب مصر وبعدين لعب في النادي الاهلي اساسي وبعدين جات له اصابه. ادي الفرق بين صالح جمعه اللي انا شخصيا متحيز له جدا، لكن يبدو ان تحيزي ده هيقل جدا نتيجه ان هو ما هوش ملتزم ومنتظم في التدريبات، وبالتالي ربما يعني هيبقى موقفه صعب الفتره الجايه. حط مقارنه بقى بين صالح جمعه وبين عبد الله السعيد، هتجد ان عبد الله السعيد اللي هو اكبر منه سنا بكتير لاعب ملتزم وفي منتهى الالتزام، بينما صالح جمعه بعيد كل البعد عن منطقه الالتزام. وده امر الحقيقه يجب ان هو يعني يراجع نفسه بدل المره مليون مره علشان يقدر يبقى في الصوره. اهلا بكم من جديد اعزائي المستمعين. ربما خبر يعني هيسعد جماهير النادي الاهلي انه وفقا للكلام ان الكابتن حسام البدري ربما يعطي بعض الدقائق لمروان محسن يوم الاربعاء اللي جاي امام الاسيوط. احنا عارفين ان هو كان عنده اصابه قطع في الرباط الصليبي مطلع هذا العام، داخلين دلوقتي اهو في 11 شهر تقريبا. هو بيتدرب بقوه اديله شهر مع الفريق الاول، ربما وفقا للكلام يدفع بيه حسب النتيجه طبعا لبعض الدقائق، ممكن 10 دقائق او حاجه زي كده في نهايه المباراه اذا كانت النتيجه لصالح النادي الاهلي. وده خبر سعيد طبعا لجماهير النادي الاهلي وايضا للكره المصريه اذا قدر مروان ان هو يعود الى سابق مستواه. هو مهاجم، كان مهاجم منتخب مصر. قلت لكم قبل كده طبعا صالح جمعه والحكايه والروايه. النهارده بقى في 100,000 جنيه غرامه على اي لاعب يتغيب عن التدريبات بدون اذن في النادي الاهلي، وانا شايف ان ده امر طيب جدا وهي رساله للجميع ان هم يلتزموا. مدير امن النادي الاهلي النهارده في الجزيره اعتذر عن الاستمرار سيد عبد الرؤوف مع المجلس الجديد. لسه طبعا لواء شيرين شمس المحترم بيتولى منصبه، لكن حتى هذه اللحظه غير معروف اذا كان هيستمر او لا مع المجلس الجديد برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب. بدات بوادر الازمات النهارده السيد وائل عوض ومحروس بدر هم الاثنين اعضاء في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد تقدموا بدعوى قضائيه ضد انتخابات النادي وطلبوا ببطلان الانتخابات اللي اقيمت يوم الخميس. عيسى مكرم المحامي بالنقد والاداريه العليا اتكلم في تصريحات صحفيه وقال انه تم رفع دعوى بطلان انتخابات الاهلي وما ترتب عليها من نتائج وقرارات. ليه؟ بسبب عدم ادراج اسماء اعضاء الشيخ زايد في الجمعيه العموميه على الرغم من حصولهم على حكم قضائي واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العموميه للنادي.
طبعا الواحد ما يحبش يسمع الكلام ده على الاطلاق، لكن انا من شهر وشويه طلعت في مساء الانوار وحددت اليوم والساعه اللي انا بتكلم فيها على الهوا، وقلت ارجو انه سيد وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه تنتبه انه ربما اذا لم يشارك اعضاء الشيخ زايد في الانتخابات تكون هناك اي سقطه قانونيه تؤدي الى بطلان كل اللي هيحصل. وقلت لهم سجلوا يا اخوانا عشان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اذا ده حصل يبقى احنا نبهنا من شهر، وكل واحد بقى كان يملك قرار تغيير الموقف يتحمل مسؤولياته. لكن مش هقدر اقول هل هذا الامر فعلا هيتم او لا، انا ما اقدرش احكم على ده على الاطلاق. هي امور قانونيه ومليانه الاعيب وحكايات وروايات، عشان كده صعب ان انا ادلو بدلوي واقول ان هذه القضيه بالفعل ستبطل الانتخابات من عدمه. لكن لا اقدر اقوله ان احنا بنتمنى الاستقرار دايما ونحترم يعني اراء وافكار واختيارات الجمعيات العموميه. ده امر مهم جدا جدا جدا، عايزين الجميع يبقى